السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهارده يا حبايبي إن شاء الله كده ايه هنعمل قرص طرية. هنا معلقة بيكنج باودر صغيرة، هنا معلقة خميرة بيرة أو معلقة فورية يا حبايبي. نحط عليها ايه معلقتين كبار كده سكر، لأن دي ايه اللي هتنشط الخميرة معانا، وفي نفس الوقت تلاقي لقمة القرص كده ايه ما شاء الله مسكرة وحلوة. ننزل عليها كده بالمية الدافية كده يا حبايبي، ندوبها ايه معانا خالص. وهنا يا حبايبي معايا ايه شوية لبن لقيتهم رايبين كده، الخايبة طبعا ترميهم، والشاطرة ان شاء الله زينا كده هنقوم نعمل بيهم. اللهم صل على النبي، قرص طرية جميلة للفطار للعشاء. اللهم بقى ندوب هنا ايه البيكنج باودر الاول، ورشة الملح طبعا يا حبايبي. الله يسعد قلوبكم يا رب. هنا يا حبايبي ايه بقى معانا معلقة كبيرة شمر، معلقة كبيرة ينسون مطحون متحمصين طبعا، معلقتين 3 ايه سمسم. الكميات دي ترجع لك طبعا يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة الصلاة على النبي. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. اللهم صبحنا وربحنا بكل خير يا رب. اللهم نجح اولادنا واشفيهم واهديهم يا رب العالمين، وسهلها على اللي بيمتحن يا رب، يسر لهم كل عسير. كده يا حبايبي ننزل بقى بالمادة الدهنية. المادة الدهنية معانا كوباية سمنة على زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوبك ايه فكتهم بس، لا هي سخنة ولا مقدوحة ولا حاجة خالص، فكتهم بس. نبسهم بقى ايه عشان تبقى جميلة كده، نبسهم خالص. نسيب المعلقة وننزل بإيدينا عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة الشمر واليانسون اللهم بارك. لو مش حابة أو مش متوفر عندك ولا أي مشكلة، هنعمل إن شاء الله نص معلقة فانيليا. اللهم بارك، هيديك ريحة جميلة برضه. نبسهم بقى خالص كده يا حبايبي. شوفي بسناهم كويس خالص اهو يا حبايبي. نقوم جايين نازلين بشوية اللبن الرايبين عندنا، كوبايتين زبادي، كوبايتين لبن رايب، المتوفر عندك فضل ونعم. اهم حاجة ان انت ما ترميش حاجة، وربنا يحسن ما بين ايديك. يعني شوية لبن رايبين زي ده خسارة وحرام علينا نتحاسب عليها لو رمينا نعمة زي دي. ما شاء الله يعملوا لك احلى كيلو قرص طريين تفطري بها اولادك. انت عارفة ما شاء الله الحاجة اللهم بارك يعني من غلوها. ربنا يرزقنا البركة يا رب. ما شاء الله الحاجة دي بتبقى في البيت ستر، بتغنيك عن تحضير فطار او حاجة، مع كوباية شاي وقرصتين كده. ما شاء الله وجبة جميلة. نفضل ايدينا فيها كده بقى ما نستعجلش ونحط اي سوائل، نلمها خالص يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي هنا لسه في دي اهوت. يبقى نحتاج شوية مية شوية لبن المتوفر عندنا، نلم بيهم شوية الدقيق دول لحد لما تنعم معانا خالص. الروايح جميلة ما شاء الله. عندنا فيها كده يا حبايبي لحد ما تنعم معانا خالص. كل ما تنعم طبعا تدينا نتيجة احسن. شوفوا ما شاء الله الشمر واليانسون والسمسم باينين فيها اللهم بارك ازاي. ننعمها بقى على قد ما نقدر ونغطيها بستريتش او كيسة وفوطة مطبخ كده نضيفة، ونسيبها تريح بقى يا حبايبي. نرجع لها بعد نص ساعة ان شاء الله. شوفوا يا حبايبي اللهم بارك. شوفوا يا حبايبي القرص اللهم بارك عليها وعلى الحتة اختمرت وبقت جميل. الصاج بقى يا حبايبي نقطة زيت بس كده عشان مش قلت ما يلزقش، عشان تدينا لون كده في الارضية. اللهم بارك. مسحة زيت بس بالمنديل كده يا حبايبي، ونقوم جايين بقى بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوفوا ملبن اللهم بارك. نحاول ننعمها كده يا حبايبي على قد ما تقدري كده.
شوفي، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفردها ايه مدورة وجميلة كده. اللهم بارك، تبقى جميلة وستر في البيت، يستر بيتنا كلنا يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله السمك بتاعها ما شاء الله، اللهم بارك. حلوة اوي السمك ده يا حبيبة قلبي، حلوة ستر في البيت، لفطار لعشاء، ابنك ولا بنتك جاي من الدرس جعان، جاي من الامتحان، فتبصي ايه، تبصي انها تبقى ستر في البيت، ولا تعملي سندوتشات ولا حاجة. اهو يا حبيبتي اعمل واحدة كمان، ممكن برضو نعملهم مرة واحدة، نكورهم كده مرة واحدة، وبعد كده ايه نقوم فردينهم بقى في الصاج مرة واحدة كده. شوفي يا حبيبتي السمك، اللهم بارك. حاولي ايه على قد ما تقدري تبقى بيضاوية كده. اللهم بارك، خلصنا كل الكمية اهو ما شاء الله، طلع معايا كمية ما شاء الله، اللهم بارك اهو. هنقوم جايين سايبينها نص ساعة كمان تخمير. اللهم بارك اهو يا حبيبي، سخنت الفرن على 200 واحطها على الرف الوسطاني، خدت لها نص ساعة تخمير اهو يا حبايبي. طلعت الكمية كلها ما شاء الله من الفرن اهو يا حبايبي، اللهم بارك. شوفي يا حبيبتي، بسم الله ما شاء الله. تغمسيها بجبنة تاكليها كده جنب كوباية شاي، اللهم بارك على الطعم والريحة، والله العظيم هتعمليها وهتدعي لاختك على جمالها وحلاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. جميلة يا حبيبتي، مع احلى كوباية شاي بألف هنا، تعمليها وانت متهنية يا رب في وسط حبايبك كده، تعملوا لهم الخير كله يا رب. ما تنسيش اختك لو عجبك الفيديو بالاشتراك واللايك، الله يسعد قلوبكم يا رب.